بيشرح لك ازاي تفرق او ازاي تعرف ان انت يو اوت جرو اشخاص معينه في حياتك ايا كانت علاقتك بيهم ايه. وده مش شرط او ده مش معناه خالص ان الناس دي ناس وحشه، او مش معناه ان الناس دي ناس توكسيك. هو سيمبلي انت في حاجه اتغيرت في فكرك في حياتك في اللايف ستايل بتاعك، وهو في حاجات اتغيرت او ما اتغيرتش في حياتك، بس مش اكتر ولا اقل. ولكن مهم ان العلاقه دي تتسحب من حياتك عشان هي معطلاك، واخده منك مجهود، واخده منك طاقه، واخده منك معافره. في الاخر هي مكتوب لها تنتهي، لان في باترن معينه خلاص مهما استمرت ايام شهور سنه كمان بالعند خلاص هتنتهي. اول حاجه اتكلم عليها الكتاب هي انت تبتدي تحس ان الحاجات اللي كانت بتفلو بشكل طبيعي وناتشرالي، الخروجات، الكونفرسيشنز، المكالمات، الحاجات العاديه اللي في اي علاقه في الدنيا اللي هي بتمشي بشكل طبيعي وتلقائي، بدات تبقى مجهود، بدات تبقى تاسك، بدا يبقى فيه لوم وعتاب، بدا يبقى فيه احساس بالذنب، بدا يبقى فيه مشاعر كده مش ماشيه مع تايب اوف فريندشيب او ريليشنشيب دي. فكل حاجه بقت تقيله عليك، الانتراكشن بتاعك مع الشخصيه دي او التفاعل بتاعك مع الشخصيه دي بدا يبقى تقيل عليك، نزوله تقيله، كونفرسيشن انت قاعد بتتكلم عمال وايه ايه بقى الحياه اللي احنا عايشينها دي، وايه بقى اللي بتاع ده، وتقعد بقى انت عمال تحاول انت تخلي الموضوع ماشي، بس هو عمال ياخد منك طاقه وخلاص. بتروح البيت تحس ان انت كنت بتتشنق، كنت بتتخنق. فده مش طبيعي، مش ناتشرال، بالذات لو استمر او بيبقى اسوأ. يعني مش مرحله في حياتك مثلا انت بتمر بحاجه وحشه، متضايق، هو متضايق، لا دي حاجه عماله تحصل وتستمر وتبقى اسوأ. ده معناه ان الاكسبيريشن ديت بتاع العلاقه دي قرب جدا جدا جدا. تاني حاجه ان انت تبتدي تحس انه انت بتعمل حاجات كتير قوي، بتبادر بحاجات كتير قوي، او بتدي من عندك حاجات كتير قوي الشخص التاني ده بطل يديها.